موسم 2025 نجوم كتير نورت في الدوريات الخمسة الكبرى، في لعيبة استمرت في التألق مع أنديتها ولاعيبة تانية كانت من مفاجآت الموسم ومنطلقة بسرعة الصاروخ. فايه رأيك زي ما عملنا تشكيلة أفضل 11 لاعب عربي نعمل تشكيلة أفضل 11 لاعب في العالم؟ تخيل بقى هتكون عاملة ازاي. انا هعمل تشكيلة تحط على اي تشكيلة تانية، ولو عرفت تعمل اقوى منها انزل حطها لي في الكومنتات ونشوف مين فينا تشكيلته اقوى من التاني. التشكيله بتاعتنا الافضل 11 لاعب في العالم لغايه نص الموسم بيكون فيها عدل اكتر، لان في نهايه الموسم لو جينا حطينا التشكيل هنكون متاثرين بتحقيق اللعيبه للبطولات، وساعات بتكون لعيبه عملت موسم جامد جدا بس ما حققتش ولا بطوله. من غير مقدمات كتير تعال نخش على اول مركز معانا اللي هو اكيد مركز حراسه المرمى. حراس كتير الموسم ده قدموا مستويات عاليه مع فرقهم، ديفيد رايا مثلا مع ارسنال، تالق اليسون مع ليفربول، واوبلاك مع اتلتيكو مدريد، وكورتوا مع الريال. وفي الفتره الاخيره ظهر تشيزني مع برشلونه، كمان شفنا دوناروما مع باريس عامل ازاي. لكن ما بين كل ده انا اخترت حارس واحد بس وهو كورتوا. هتقول لي بقول لك انت هتهبط في التشكيله من اولها؟ ده في حراس ارقامهم احسن من كورتوا بياما. هقول لك عندك حق 100%، لكن انا هنا مش بتكلم عن الارقام نهائي. الناس اللي متابعه ماتشات الريال هتفهم اللي انا هقوله ده كويس. كورتوا شايل الفريق كله على كتافه، بالرغم من مستوى الريال السيء الموسم ده وبالذات في خط الدفاع، الا ان الفريق بينافس على البطولات بسبب رقم واحد كورتوا، قبل كمان خط الهجوم المرعب للريال لان مستواهم مش ثابت. كورتوا كل ماتش لازم يشيل له جونين ثلاثه على الاقل، وانا شايف ان هو اكتر واحد ما بين الحراس دي كلها ان تصدياته مؤثره في نتائج فريقه. نروح بقى لمركز قلب الدفاع، واول مدافع هحطه في التشكيله هو وحش نادي ليفربول فيرجيل فان دايك، وده اكيد انا وانت مش هنختلف عليه كتير، لان فان دايك عامل السنه دي موسم استثنائي. ومش هو فان دايك نسخه 2020، لا، هو ومحمد صلاح اساس فوز ليفربول بالدوري السنه دي، لانه خلاص شبه اتحسم. يعني لاعب شايل الدفاع ولاعب شايل الهجوم حرفيا. تاني لاعب اخترته معانا في قلب الدفاع هو مدافع نادي برشلونه كوبارسي، واحد من افضل قلوب الدفاع اللي في العالم. كوبارسي في اي مباراه هتشوفها لبرشلونه لازم تقيمه تقييم عالي، 7 من 10 8 من 10 مش اقل من كده. مدافع اتلعب عليه مهاجمين كبار في اوروبا، هاري كين مثلا، مبابي في اكتر من مره مع الريال، غير الفاريز وجريزمان، ولكن ولا هزه وقدر يثبت نفسه ويعمل ماتشات عاليه عليهم. وتتفاجئ لما تيجي تبص على سنه، كوبارسي عنده 18 سنه بس. يا راجل ده محمد هاني عندنا 28 سنه ولسه بنقول عليه ناشئ. 18 سنه ها، واوعى تسقط دي من تقييمك. 18 سنه وبيلعب في مركز حساس في واحد من اكبر انديه العالم، وبيلعب عليه اكبر المهاجمين، ومع ذلك بيفاجئنا جدا بثباته الانفعالي. الميزه اللي فيه ان هو اخطائه قليله جدا في الملعب. نروح بقى لمركز الظهير الايمن، زي ما اخترته في التشكيله الافضل للعرب هختاره تاني في التشكيل الافضل في العالم، ولو عملت التشكيله الافضل في افريقيا هختاره برضه. ايوه، لو انت اتفرجت على الحلقه اللي قبل اللي فاتت هتعرف ان هو اشرف حكيمي اللي بيعمل مستوى عالي في الموسم ده مع باريس. والحقيقه ان هو كل موسم على نفس الحال، مش الموسم ده بس، لاعب اغلب الوقت مستواه ثابت. في الموسم الحالي مع باريس شارك في 37 مباراه قدر ان هو يساهم فيهم ب 15 هدف. ممكن حد يشوف الرقم ده عادي، ولكن انا هثبت لك العكس بحاجه صغيره جدا. عندك ارنولد مثلا، واحد من افضل اظهره العالم هجوميا، لاعب ماتشات اكتر من حكيمي ومساهم في 10 اهداف بس. فدي نقطه بسيطه كده عشان ابين لك فرق الفاعليه. ونيجي للظهير الايسر اللي ما فيهوش زحمه كتير بصراحه. هتلاقي مثلا بالدي في الفتره الاخيره مع برشلونه. من يومين كنت بتعارك انا وواحد صاحبي برشلوني هو عارف نفسه، كنت انا بقول له نونو مندش وهو يقول لي بالدي. عايز اقول له ان بالدي فعلا جامد بس في الفتره الاخيره بس، لان ترجع لبدايه الموسم كان عامل اداء سيء جدا مع برشلونه، لا وكمان كان من نقط ضعف برشلونه، عشان كده انا فضلت عليه نونو مندش. صراحه انا مختاره بسبب الجانب الدفاعي، لان الجانب الهجومي بتاعه بعافيه شويه، وقوته البدنيه تخليه يتفوق على اي لاعب في اي مواجهه ثنائيه. كلنا طبعا شفنا الماتش اللي عمله على صلاح في الابطال، الراجل كان قاطع ميه ونور على محمد صلاح حرفيا، وكمان ليه دور في بناء اللعب من تحت، لان الراجل ده دقه التمرير بتاعته بتاع 87%. فانت ايه رايك، انا ولا صاحبي عنده حق؟ اكتب لي في الكومنتات. خلصنا من خط الدفاع، نيجي لمدعكه الوسط اللي فيها زحمه مش طبيعيه ومش عارف تاخد مين ولا مين من كتر جمالهم. بس في لعيبه كده مفيش عليها جدال، زي مثلا فالفيردي لاعب المارينجي، بجد لاعب بيتمناه اي حد في فريقه، ويا بخت الريال بيه والله. لاعب ترميه في اي مكان في الملعب هيسد فيه بعون الله. تلعب مركز 6 يا فالفيردي ماشي، طب تلعب 8 شغال، طب هنلعبوك ظهير لغايه لما نجيب ظهير ما يقولش لا ابدا. والغريب ان هو بيأديهم كلهم بنفس المستوى، في اي مركز هتلاقيه هو فالفيردي بحماسه وقوته في الملعب، ده غير لما بيطلع قدام ربنا ما يوريك بيطلع صواريخ من رجله وانت عارف طبعا. تاني لاعب هحطه في نص الملعب جنب فالفيردي هو جوهره الوسط في برشلونه بدري. عارف انت لو اختلفت معايا في التشكيله كلها مش هتختلف معايا في ده بالذات. لاعب بيعمل كل حاجه في نص الملعب، دفاعيا هو افضل لاعب في الدوريات الخمسه الكبرى، عامل استخلاص للكوره ب 166
160 مره، وفي السرعات الثنائيه فاز ب 106 كوره. وتخيل بعد الملحمه اللي عاملها دي كلها عامل كام فاول؟ عامل 9 فاولات بس، وهو اكتر واحد مشارك في ماتشات الموسم ده. والله ده في لعيبه بتعملهم في الشوط يدي في 10 دقائق وحياتك. فده رقم مميز جدا لبدري دفاعيا. اما هجوميا فهو اكتر واحد من لعيبه مركز 8 صناعه للاهداف، ومساهم في 12 هدف سواء صناعه او تسجيل. وبدري دي حاجه من ريحه زمان تشافي ونيستا، فاهم؟ امال تالت لاعب في الوسط بقى انا هسيبه لك انت تختاره بنفسك، بس برضك اسهل لك الموضوع. فعندك بلينجهام، عندك فيرتز لاعب ليفركوزن لاعب كويس جدا، سوبوسلاي اللي عاجبني جدا الموسم ده، او اي لاعب تاني انت عايز تختاره. شوف انت بقى وقرر. خلصنا الوسط، نخش بقى المركز الهجوم، وهنبدا الاول بالجناح الايسر اللي اخترت فيه المرشح الاول للفوز بالكره الذهبيه السنه دي، واللي يكفي اللي انا عملت عنه الحلقه اللي فاتت لوحده، وهو رافينيا اللي عامل السنه دي موسم استثنائي في تاريخه، ومن اكتر اللعيبه مساهمه بالاهداف في العالم بعد محمد صلاح. ساهم في 47 هدف، تخيل في كام ماتش؟ 42 ماتش. والجامد بقى ان هو مش مسجل الاهداف دي على اي حد، لا ده في كل الماتشات الكبيره اللي لعبها برشلونه كان ليه بصمه واضحه، ودايما مؤثر في النتائج الايجابيه اللي حققها برشلونه السنه دي. كفايه لما برشلونه لعبت البايرن في الابطال سجل هاتريك لوحده، ولما برشلونه كسب الريال 5-2 في السوبر سجل هو فيهم هدفين. انت تعرف ان برشلونه لعبت بنفيكا 3 ماتشات في دوري الابطال سجلت 9 اهداف، 6 منهم يا صناعه يا تسجيل رافينيا. ده يبين لك اهميه رافينيا مع برشلونه، وكفايه عليه كده انا عملت له حلقه لوحده. ونروح لمركز الجناح اليمين اللي احترت فيه ما بين 2 لعيبه، محمد صلاح ولا لامين يامال، لان الاثنين الموسم ده عاملين اداء عالي جدا، لكن استقريت في النهايه على محمد صلاح، لان انا هبقى راجل ظالم ومفتري لو ما اخترتوش بعد الارقام دي كلها، وان شايل كمان ليفربول حرفيا وبيحقق بيهم الدوري. يكفينا اقول لك ان 60% من الاهداف اللي مسجلها ليفربول الموسم ده مساهم فيها محمد صلاح بتسجيل او بصناعه، كمان اكتر لاعب مساهم بالاهداف في العالم ب 54 هدف، واحنا لسه في نص الموسم. تعالى بقى نقفل التشكيله دي عشان نروح نعيب بقى ولا ايه؟ في مركز راس الحربه اللي احترت فيه ما بين 2 لعيبه برضك، وهو الفريز من اتلتيكو مدريد وهاري كين من بايرن ميونخ. الفريز صراحه فاجئنا بمستواه الموسم ده مع اتلتيكو بعد ما مشى من السيتي، ولو اتلتيكو لسه في الصوره وبتنافس على اي حاجه فالفضل يرجع لالفريز، لكن كل ده على عيني وعلى راسي، واخترت في النهايه هاري كين. اداؤه وارقامه صعب ما يكونش معانا في التشكيل، اصل مش هبقى انا والدنيا عليه يعني، وخصوصا ان هو بيقدم مستوى جبار للموسم الثاني مع البايرن. الموسم اللي فات ساهم في بتاع 55 جول، الحالي لغايه دلوقتي مساهم في 43 هدف، غير ان اخيرا النحس هيفك معاه في الطريق ان هو يحقق اول بطوله ليه بعد سنين وسنين من النحس مع هاري كين، وهو لقب البوندس ليجا اللي البايرن بيقرب منه جامد. والله نفسي تكملوا على خير المره دي، لان الراجل ده انا بحبه جدا. وبس كده، هي دي كانت تشكيلتي الافضل 11 لاعب في العالم، ولو عندك اجمد منها اتحداك تحطها لي في الكومنتات، وما تنساش طبعا تعمل لايك وسبسكرايب وتفعل زر الجرس عشان اكل كحك وبسكوت وانا مبسوط بقى. كان معكم اخوكم مروان ميزه، والسلام.